دل راجل ولا ضل حيطة، إن كان جوزك راضي إيه دخلك أنت يا قاضي. أمثال شعبية كل يوم بتتقال. طب إيه أصل وحكاية المثل؟ تعالوا بينا نعرف. بس الأول بفكرك لو كنت أول مرة متابع لقناة حكايات غادة، بتمنى منك الاشتراك وتفعيل الجرس ليوصلك كل جديد. اللي أخدته القرعة تاخده أم الشعور. كان في زمان ست جميلة اتجوزت راجل فقير وشكله وحش، استحملت معاه الغلب والفقر والمعاملة القاسية. بعد سنين طويلة من الجواز قال لها أنا هتجوز عليكي واحدة صغيرة وأحلى منك. طبعا زالت على عمرها وسنينها مع واحد كان بيعاملها معاملة قاسية، وكمان استحملت معاه الفقر. بس بعدها كده اتقبلت وقالت له اللي أخدته القرعة تاخده أم الشعور يا عينيا. لا جدعة. المنحوس منحوس لو علقوا على راسه فانوس. تقريبا المثل ده بيتقال كل يوم في البيوت المصرية. طب منين جه المثل؟ كان في راجل غني جدا وعنده ولدين، ولد منهم غني جدا والتاني فقير بقى ايه فقر السنين. فالناس قالوا له ليه انت ما بتساعدش ابنك الفقير عشان يبقى غني زي اخوه؟ قال لهم انا عارف ان النحس ملازمه. الناس قالوا له طب ما تجرب معاه تاني كده. ابنه الفقير ده كان دايما مواظب انه بيروح يصلي الفجر في المسجد. فالراجل حط في الطريق مبلغ كبير في الطريق، عشان وهو ماشي في طريقه للمسجد يشوف الفلوس وياخدها، ويبقى كده هو ساعده من بعيد لبعيد. وهو راح يصلي كالعادة فات على جاره واخده معاه عشان يصلي. وهو ماشي في الطريق قال له جاره انت عارف ان انا حافظ الطريق للمسجد، امشي حتى وانا مغمض. فصاحبه اتريق عليه كده فقال له لا هجربك، وفعلا غمض عينه طول الطريق وهو ماشي. فصاحبه شاف الفلوس واخدها ليه، حقه مش شافها الاول. لما عرف ابوه قال لصاحبه شفته، المنحوس منحوس حتى لو علقوا على راسه فانوس. وبجد الراجل ما كدبش انه بيقول على ابنه كده، وهو فعلا منحوس. اللي ما يعرفش يقول عدس. كان في راجل عنده محل بقوليات، وكان بيحب مراته جدا وبيثق فيها. وفي يوم سابها مراته في المحل وراح هو يجيب بضاعة. لما رجع المحل لقاها بتخونه مع واحد. فالراجل أول ما شاف جوزها طلع يجري، ورجليه اتخبطت في شوال العدس ووقع العدس كله على الأرض. فهو طلع يجري وراه، الناس شافوه قالوا له يا أخي حرام عليك بتجري وراه عشان كب شوال العدس. طبعا من كسفته مش عارف يقول للناس ان مراتي كانت بتخونه. فقال لهم اللي ما يعرفش يقول عدس اللي على راسه بطحة يحسس عليها. كان في راجل عايش في قرية صغيرة وبيربي كتاكيت أو فراخ صغيرة. كل يوم بيلاقي الكتاكيت بتنقص وبيسرق منها، فكان متضايق جدا. راح لشيخ مسجد وحكاله، وقال له ان عدد القرية الناس اللي في القرية صغيرين جدا، عددهم قليل، مش عايز يتهم حد وهو بريء. فالشيخ قال له خلاص انا عندي خطة كويسة هنعرف منها مين اللي بيسرق الكتاكيت. تاني يوم اتجمعوا الناس في المسجد عشان يصلوا. الشيخ قعد يتكلم عن الأمانة والسرقة، وفي آخر الخطبة قال لهم عن سرقة الفراخ الراجل. تخيلوا إن الحرامي قاعد معانا دلوقتي، لدرجة إنه نسى يشيل الريشة من على راسه لما سرق الفراخ. فراح الحرامي نسى وحط إيده على راسه عشان يشيل الريشة، ومن هنا اتكشف الحرامي واتعرف المثل شربها الكروديا. اللي بيته من ازاز ما يحدفش الناس بالطوب. زمان كان في ملك عاوز يبني بيت من الازاز فوق تل كبير. لقى وهو جه يبني لقوا العمال انه مليان طوب كبير وزلط. فطلب منهم ان هم يرموا الطوب دوت من فوق. فكان تحت التل الكبير دي كان في قرية صغيرة. بدأت يقع من فوق الطوب يقع على الناس، فالناس بدأوا يشتكوا ان الطوب بيقع عليهم. بس حد سأل فيهم وعبرهم كالعادة، وفعلا بنى البيت. في موسم بقى هجرة الطيور كان في مجموعة من الطيور بتلقي الطوب الصغير عشان يبنوا عش ليهم. فكان الطوب دوت بيقع منهم على بيت الملك لحد الإزاز كله اتكسر. وجه من هنا المثل اللي بيته من إزاز ما يحدفش الناس بالطوب. لو وصلت لحد هنا معاي في الفيديو ما تنساش لو سمحت تكون كريم معي بالإعجاب والاشتراك في القناة. اللي اختشوا ماتوا. مثل بيتقال لما نلاقي حد بيعمل حاجة غلط أو مش مكسوف منها. أيام العثمانيين في مصر كان في حمامات شعبية، يوم مخصص للستات بتروح للحمام عشان تستحمى فيه. يعني بتروح كمكان تجميل بتعمل فيه عمرة بتطلع منه عروسة. فكانوا بيستحموا بمية سخنة بتسخن على الخشب. وفي يوم حصل حريق في الحمام،
واللي طلع من غير هدوم عاشوا، واللي اتكسفوا يطلعوا من غير هدوم ماتوا. لما الناس عايزين يعرفوا مين مات ومين عاش، كان رد عليهم بحزن: اللي اختشوا ماتوا. موت يا حمار. المثل ده بيتقال لما بيطلب من حد حاجة ونحس انه كده بيماطل فيها ويومه بسنة. كان في حاكم قاعد في حديقته، ودخل الحمار الحديقة وقعد ياكل الأشجار والزرع. فالحاكم اتضايق جدا وطلب من جنوده ان هم يعدموا الحمار. فالوزير قال له: ده حمار ما يعرفش حاجة وما عندوش عقل عشان يعرف القواعد الملكية. فالحكم أمر ان هو الحمار يتعلم القواعد الملكية. لا يا شيخ. طلب بقى من المنادي القصر اللي هو ينادي على الناس اللي يعرف يعلم الحمار القواعد الملكية ليه مبلغ كبير. فعلا اتقدم واحد وطلب عرض الملك ان هو هيعلم الحمار في ظرف 10 سنين القواعد الملكية، بس شرط عليه شرط واحد: انه هياخد قصر يعيش فيه وفلوس. الحاكم وافق على عرضه، بس قال له: لو الحمار ما تعلمش في ظرف 10 سنين القواعد الملكية انا هقتلك واعدمك. راح الراجل يجري على مراته وهو فرحان جدا عشان يبلغها انهم خلاص هيطلعوا من الفقر ويعيشوا في قصر. فردت عليه مراته وقالت له: طب ازاي هتعلم الحمار القواعد الملكية وهو اساسا ما عندوش عقل ومش بيفهم؟ فقال لها: ما انا طلبت مهلة من الحاكم 10 سنين، خلال الفترة دي اما انا هموت او الحاكم يموت او الحمار نفسه يموت. موت يا حمار. ومن هنا جه المثل. طباخ السم بيدوقه. زمان كان في سلطان طيب، بس كان ليه أعداء ومش بيحبوه وعايزين يحطوا له سم في الأكل عشان يخلصوا منه. السلطان عرف بأن اللي عايزين يعملوه، طلب من الطباخ بتاعه إنهم يعزمهم على الأكل، وطلب منه إن هو يعمل نوعين من الأكل: نوع ليه مفهوش حاجة، نوع التاني يحط فيه أعشاب تعمل لهم مغص عشان تبقى تحذير ليهم. فعلا الطباخ عمل نوعين من الأكل بس نسى وداق الأكل. فقام المساعد بتاعه قال له: هو طباخ السم بيدوقه. ومن هنا جه المثل. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك. أشوفكم على خير، مع السلامة.